يا معلم، طبعا يا جدعان احنا في قمه السعاده النهارده، كلنا اتفرجنا على الماتش. الزمالك اخيرا غلب الاهلي والزمالك كان احسن. بص، هو الماتش نفسه ما يرتقيش للمستوى، بس الزمالك كان احلى من الاهلي فيه. نقط بسيطه هنتكلم فيها في الفنيات، حاجات صغيره يعني ان جوميز برضه نفس اسلوب الاستحواذ على الكره لعب فيه. تغييرات كولر كانت احسن من تغييرات جوميز، بس جوميز كان عنده مشكله، الاصابات اللي فاجئته هي دي اللي كعبلت تغييراته شويه. مش عارفين كان يقدر يعدل احسن من كده ولا لا. لكن في النهايه الزمالك خد الثلاثه بونت، خد الثلاثه بونت ولعبه كان احسن. بس الماتش بتاع الكاس اللي فات كان الزمالك احسن من كده بكتير، احسن من الماتش ده. لكن الماتش ده الحمد لله هي عدت بالستر. سيف الجزيري للاسف هو اللي حط الجولين بتوع الماتش. نجم الماتش في رايي هو كان عمر جابر. من الحاجات اللي لفتت نظري في الماتش تحركات ناصر ماهر، لان هو اصلا ناصر ماهر نازل ان هو طرف، لكن ناصر ماهر كان دايما بينزل لنص الملعب. معنى كده ان جوميز عايز اللعيبه كلها بتلعب نص ملعب، ولما كان نص ملعب الزمالك كامل كان الزمالك ماسك الكوره. وجود عبد الله السعيد كان مهم قوي قوي قوي، وشفنا الفرق بين عبد الله بين الملعب في وجود عبد الله السعيد ومن غير عبد الله السعيد. متشكرين لعيبه الزمالك وعايزين احسن من كده ان شاء الله الفتره الجايه. يلا سلام عليكم.